ريال مدريد يهدر نقطتين من ملعب اتلتيكو واللي ادرك التعادل بالدقيقه الخامسه من الوقت بدل الضايع، وهي المره الثانيه على التوالي اللي بيفقد فيها ريال مدريد تركيزه بالدقائق الاخيره من المباراه. هاي الحاله شفناها قبل ايام امام الافيس ورجعت تكررت امام اتلتيكو مدريد. ما في شك انه توقف المباراه بسبب شغب جماهير اتلتيكو كان تاثيره سلبي على ريال مدريد. ريال مدريد اللي بعد ما سجل الهدف وبدا بفرض ايقاعه وافضليته على المباراه بدأت أحداث الشغب واللي أدت لتوقف المباراة لمدة 10 دقائق، وهذا التوقف خلى رتم ريال مدريد ينزل بعد ما كان أداء الفريق متصاعد، وبالتالي ارتاح أتلتيكو مدريد وأخذ نفس بعد التوقف ورجع للمباراة. وعلى فكرة كثير من الحوادث المشابهة صارت وخاصة ببلادنا العربية، بكون الفريق الضيف متقدم فبقوم الفريق صاحب الأرض بافتعال مشكلة ما، مثل إنه مثلا إنه يفتعل عطل بأجهزة الإنارة، فبتتوقف المباراة لحين إصلاح العطل المفتعل، وبهيك بيستفيد الفريق الخاسر من هبوط رتم الفريق المتقدم. لذلك أنا برأيي كان لازم إنه كورتوا ما يرد على استفزاز الجماهير، لأنه ربما يكون هدف جماهير أتلتيكو من افتعال الشغب هو إيقاف المباراة مؤقتا وليس مجرد ردة فعل من جماهير غير منضبطة، لأن بالفترة اللي توقفت فيها المباراة كان أتلتيكو ضايع تماما وريال مدريد بدأ يفرض إيقاعه بشكل كامل على مجريات المباراة. الأمر الآخر اللي ساهم بهبوط رتم أداء ريال مدريد بالشوط الثاني هو التغييرات الغير موفقة لكارلو أنشيلوتي، خصوصا تبديل فينيسيوس واللي كان شاغل 3 مدافعين من أتلتيكو مدريد. فينيسيوس حتى لو كان مرهق فهو بيقدر ياخذ فاولات على الخصم ويزيد من توتره وتوتر جماهيره، لذلك خروج فينيسيوس راح دفاعات أتلتيكو مدريد بشكل كبير وخلاهم يفكروا بالهجوم بعد ما كانوا محصورين بالخطوط الخلفية. طبعا أول شيء بدي أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام وأهلنا بالأراضي العربية المحتلة، ندعي لهم إنه رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. وخلينا أذكرك صديقي بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو ضمن الأسبوع الثامن للليغا الإسبانية. بسبب غياب كيليان مبابي فأنشيلوتي رجع للخطة المفضلة بالنسبة له واللي أنا بشوف إنها هي أفضل لريال مدريد، واللي هي 4-4-2 دايموند. بتعرفوا أثناء وجود مبابي كان أنشيلوتي يضطر يلعب بخطة 4-3-3 لحتى يرضى الجميع، ولكنه أمام أتلتيكو رجع لل4-4-2 واللي عطت تقل وتوازن أكثر لريال مدريد بنص الملعب. شفنا خطوط الريال قريبة من بعضها أكثر، استحواذ مطلق لريال مدريد بنص الملعب، فعالية أكبر لبيلينغهام بصناعة اللعب، إمساك كامل لمفاتيح لعب أتلتيكو مدريد اللي عمليا ما شفنا منه شيء غير آخر 10 دقائق من المباراة وبعد التوقف تحديدا. مثل ما حكينا أنشيلوتي دخل اللقاء بخطة 4-4-2، قلبين الدفاع روديجير وميليتاو، ميندي وكارفخال أظهرة، شواميني مودريتش لاعبي محور، على اليمين فالفيردي، على اليسار بيلينغهام، بالهجوم رودريغو وفينيسيوس. رغم انه بالشوط الاول ما شفنا فرص من الفريقين، ولكن كان واضح افضليه ريال مدريد وسيطرته على نص الملعب. اتلتيكو كان عاجز تماما عن مجاراة ريال مدريد، واكتفى سيميوني باغلاق الخطوط الخلفيه والاعتماد على المرتدات اللي كانت مكشوفه، وبالتالي ما شكلت اي خطوره على مرمى ريال مدريد باستثناء كره وحيده لألفاريز تصدى لها كورتوا. بالشوط الثاني زادت خطورة الريال مع ضياع لاعبي اتلتيكو، واهدر رودريغو فرصة هدف محقق بعد ما سدد الكرة فوق العارضة، نتيجة دقيقة 64 ويخترق فينيسيوس من جهة اليسار ويرفع كرة وصلت لميليتاو واللي سددها بسقف المرمى والهدف الأول لريال مدريد. وبعد دقيقتين من هدف الريال بدأت جماهير اتلتيكو ترمي على كورتوا، واللي راح واشتكى للحكم اللي كان مضطر يطبق البروتوكول واللي بنص على توقف المباراة لمدة 10 دقائق في حال شغب الجماهير. وبالفعل رجعوا الفريقين على الملعب بعد 10 دقائق من التوقف، ولكن مثل ما ذكرنا أتلتيكو استفاد من فترة التوقف، وبالتحديد استفاد من إيقاف رتم ريال مدريد اللي كان متصاعد واستعاد أنفاسه، وهذا بالإضافة لتغييرات أنشيلوتي اللي أنا شخصيا ما قدرت أفهمها. طبعا من المفهوم إخراج رودريغو ومودريتش، ولكن غير مفهوم أنك تنزل مكانهم ظهيرين واللي هن لوكاس فاسكيز وفران غارسيا، لأن هاي التبديلات والنزول ظهيرين مع بقاء الظهيرين بأرض الملعب عملت نوع من الازدحام والفوضى بالخطوط الخلفية لريال مدريد. يعني ممكن نتفهم انه يطلع رودريغو وينزل مكانه مثلا أردا جولر، او يطلع ميندي اللي كان اداؤه سيء وينزل مكانه فران غارسيا، ولكن انك تطالع لاعب محور ومهاجم وتنزل بدالهم ظهيرين فهذا الامر حقيقة كان غير مقنع. ولكن على العموم هذا اللي صار ليقدر اتلتيكو مدريد بادراك التعادل بالدقيقة 95 عن طريق الارجنتين كوريا، وبهذا التعادل رفع الريال رصيده ل 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما حافظ أتلتيكو على المركز الثالث برصيد 16 نقطة. هذا كان كل شيء لليوم، شاركونا بتعليقاتكم كيف شفتوا أداء ريال مدريد، رأيكم بتبديلات أنشيلوتي وتصرف كورتوا بعد شغب جماهير أتلتيكو. بدي أرجع أذكر حضراتكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.